بتصور ايه يا شكلها جامد. وريني كده الكاميرا بتاعته. السلام عليكم. ازيكم يا بروز، عاملين ايه؟ معاكم خالد دايما ويوسف. السلام عليكم. احنا دلوقتي رايحين وادي النطرون، السكيت بارك في وادي النطرون. انا ما رحتش قبل كده الصراحه، ولا انا رحتها قبل كده. حاليا في الطريق الساعه 10. فاحنا متاخرين شويه بس قشطه يعني. يا جدعان احنا دلوقتي على كوبري رود الفرج اللي الناس كلها بتصور عنده. بالظبط، سان فرانسيسكو مصر. متجهين للسكيت بارك. المفروض كنا رايحين شباب كتير، بس اللي حصل بس اصحابي كلهم مش رجاله. ها في اتنين بيتفرجوا علينا دلوقتي وهم عارفين نفسهم كويس. اسمعوا نصيحه من يوسف. اهم حاجه الثقه بالنفس. احنا ما كانش معانا رخص دلوقتي، خدنا الخطه التاليه اللي احنا هنعدي من الكمين، هنبص له في عينه وهنعمل مناخيرنا كده. هقول له في الاول انا رائد فضاء، تمام؟ هنشوف هيعدينا ولا لا. تاني حاجه هقول له انا عايز فيزا، ونشوف برضه بصور من تحت بس على الهادي. السلام عليكم. رائد فضاء. سوري. ممكن معاك فيزا؟ انت بتصور ايه يا اسطى؟ بتصور ساعة كده. والله ما اعرفش. بتصور يا اسطى. ما تصورش بقى، عيب بقى. بص يا اسطى، بص انا فاهمك حاجه. احنا طالعين نعمل مغامره دلوقتي ومتراهنين ان احنا هنوصل لحد هناك ب 20 جنيه. لا لسه توصل زي ما توصل بقى. طب معاك طب احنا بقول لك احنا جيش اصلا. مجال. دي مجال ليه؟ دي ملعب. وصلنا الحمد لله بسلام وامان الحمد بقى لله. السكيت بارك بنت الوزه دي. ايه فيهاش غير البول ده، والبول ده شكله بعد لما شفنا السكيت بارك يا جدعان. ايه يا اولاد؟ لما شفتها كده يا اولاد فيهاش غير البول فعلا، غير كده. بصوا يا جدعان، نيكست ليفل هتعمل لكم واحده تحط على الكاره دي. كانت مجرد تجربه بنكسبلور بيها ايه القصه. قصه مش بعيده ومش محتاجه مساحه ولا حاجه. ايزي ايزي كده كده. ودي مش عارف يعني هو حاططها لك هنا، المفروض تقريبا تلاند في الرمله هنا. مش عارف ازاي. ده البول اهوت، ودي بتاع مش عارف دي ايه، ريل. ودي تعافى عليها الزمن متكسره، مش هينفع تلعب عليها. ده برضه رامب يعني حاطينه تلاند في الرمله، معرفش ازاي تلاند في الرمله. بتاع دي حلوه مش وحشه، ودي برضه هتلاند في الرمله، ودي برضه هتلاند في الرمله، معرفش ازاي. ما فيهاش غير البول تقريبا نلعب عليه. انا كخالد عمري ما لعبت في اي بول، فمش عارف اعرف العب ولا لا، بس باذن الله يعني نعرف نلعب باذن الله. بس الحوار برضه بخف شويه. انا هلبس خوذه وسيفتي طبعا، ان الوقعه هنا هتبقى وحشه، مش هتبقى تعويره، هي هتبقى كسر. بس ان شاء الله خير يعني، وانا متفائل نجرب. خبره. دلوقتي يا جدعان بنمديتيت. هي في البركه دي. كنا جبنا مايوهات يا جدعان، والله لو اعرف كده كنت جبت مايو ونزلت بلبط شويه عشان ما بلبطش في الصيف. بقول لك ايه، ده كويس عشان لو كنا جينا كلنا كان زمان الشباب التانيين نزلوا بالبوكسرات. طب ننزل بالبوكسر يعني ولا ايه؟ مستنيين الدنيا تهدى شويه كده عشان الدنيا حر فشخ، وانا مش معايا نص كوم ولا اي حاجه. فالدنيا تهدى كده شويه ونريح، لان الطريق بعيد، ونعتمد بقى في البول اللي هناك ده. يا رب اعرف العب يا رب. دلوقتي يا جدعان انا لبست السيفتي، البس الخوذه وهنعتمد يا جدعان. معانا الكاميرا، هنطلع حاجات جامده. انا عايزك تبقى متحمس كده، وعايزك تجيب عجله بي ميكس عشان احنا ناويين نعمل بي ميكس جيم بجد بقى. انت فاهم بقى، انت فاهم. يعني انا مش عارف الاكل هنا كشري وفراخ. انا مش عارف، انا عمري ما اكلتها في حياتي ولا عمري سمعت عنها في حياتي. هوريكم دلوقتي. ناكل كشري بس عم. كشري. تحب الفراخ؟ عايزين نقطة مية.
يا دين امي. مش في حاجة؟ مش في حاجة؟ مش فاكر الكاميرا. وقعت يا جدعان وقعة وحشة أوي. يا ريتني ما فكرت في الحركة دي. وقعت كتفي التاني قصدي، وجت هنا في وشي، اتعورت جامد، مش جامد أوي يعني، بس وقعة وحشة، وقعة وحشة. والبنطلون اتقطع، البنطلون اتقطع يا جدعان، بس الحمد لله. نو بين نو جين. انت على السبيكر اهو بنسجل على اليوتيوب. وقعت وقعة وحشة أوي يا اسطى بجد، وقعة يا اسطى بعمل سلايد، بتفزلك، بعمل سلايد يا اسطى في منزل البتاع ماشي، بس منزل مش حد قوي يعني، بس هو طلع حد ماشي. رحت جاي متزحلق فاهم، عملت 180 على البتاع في الهواء، ورحت جاي نازل على وشي وكتفي اتنى، وقعت على وشي ديب فاهم. كويس انها ما جاتش مناخيري، كان زمان مناخيري اتكسرت. نحط له بندانه في وشه كده كده عابدين. حاليا نحط له بس ستيكر نيكست ليفل لحد ما نلاقي بندانه. الزق الزق. المهم انت حالي. ايوه حطها من فوق. صحيح ايه الغباء ده؟ ايه الغباء I love this man يا جدعان. شكلها جامد. fucking style. بصوا يا جدعان، المهم ان انا بجرب تلوب دلوقتي، وكنت متعور اصلا تعويره اتعورت فيها تاني، يعني العجله فتحت التعويره تاني. بس انا عايز اجيب تلوب فشخ، يا رب تيجي، يا رب تيجي النهارده كاول يوم ليا ان انا اركب حاجه زي دي، يعني كويس مش وحش، ان انا مش متعود على الترانزيشنات بتاعتها وكده. ف المهم يا جدعان، المهم ان اليوم خلص بعد كده. المهم اليوم خلص، وخالد تقريبا مش عايز يمشي من هنا يا جدعان، وهنشتري له اوضه هنا وهيفضل قاعد فيها غالبا يعني لما بدات اتعود على الحاجات واجيب حركات الدنيا ضلمت يا جدعان. الراجل ده يروح في حته تانية باذن الله. اتقالوا والله. اعملوا فولو علشان هو يروح في حته تانية، وانتوا هتحبوا تشوفوا الحته اللي هو هيروح فيها بس كده. تعملوا سبسكرايب يا برو. يلا سلام.